اهلا بيكم في حلقه جديده من اوتو ادفايزر ايجيبت. معاكم وائل عاطف. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا ناس كتير بتسال عليها. هل البنزين بيأثر على التربو؟ وهل جهاز التربو ممكن يبوظ بسبب البنزين؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، خصوصا بعد دخول عربيات كتيره جدا دلوقتي موجوده في السوق بتاعنا بتشتغل بالتربو. علشان نقدر نجاوب على السؤال ده هنشرح باختصار شديد جهاز التربو ده عباره عن ايه. جهاز التربو عباره عن جهاز ميكانيك، ما فيهوش اي اجزاء كهربائيه، ما فيهوش اي اجزاء بتشتغل بالبنزين. هو عباره عن جهاز فيه مروحتين. المروحه الاولانيه بتستقبل العادم اللي خارج من الموتور، بيلف المروحه دي متوصله باكس بمروحه تانية بتلف معاها في نفس الاتجاه. المروحه التانية بتدخل هواء فريش للموتور، وده فايدته ان هو بيعلي قوه الاحتراق داخل السلندرات، وبالتالي انا اقدر استفيد بقوه خارجه من الموتور بدون ما استهلك بنزين زياده. كل المصانع حاليا بتتجه الى تقليل حجم الموتور، بحيث ان يبقى الموتور حجمه قليل يستهلك بنزين قليل، ويطلع باور بتطلعها نفس المواتير الكبيره. يعني لا عايزين نحط امثله للعربيات الموجوده حاليا في السوق المحلي، منها رينول كاجار، منها نيسان الكاشكاي، منها التويوتا السي ار اتش. العربيات دي كلها 1200 سي سي، مزوده بجهاز تربو عشان تطلع نفس الباور اللي بيطلعها الموتور ال 1600 سي سي. هل المواتير دي محتاجه بنزين معين؟ هل مواتير التربو بتحتاج بنزين 95؟ زي ما قلنا قبل كده، الجهاز التربو ملوش علاقه خالص بالبنزين. البنزين ممكن يأثر على الموتور، ممكن يأثر على كفاءة عمل الموتور، وعلى حسب نسبة الانضغاط بتاعة الموتور بتاعتك تقدر تحدد هل الموتور ده محتاج بنزين 92 أو 95. طيب نقدر نعرف منين؟ ببساطة شديدة ممكن نبص على المانيوال بتاع العربية أو نراجع التوكيل. لو العربية الموتور بتاعها نسبة الانضغاط بتاعته أو الكمبريشن ريشيو بتاعته لغاية 1 ل10، أقدر أستعمل بنزين 92. أكتر من 1 ل10 ممكن تبقى 1 على 11 أو 1 ل12 أو 1 ل13، يبقى لازم أستعمل بنزين 95. طبعا حته تاثير البنزين على الكمبريشن ريشيو دي ممكن نعمل لها حلقه لوحديها، لان ده موضوع كبير ومحتاج شرح طويل. اشتركوا معانا على قناه اوتو ادفايزر ايجيبت على اليوتيوب، واعملوا اكتيفيشن للالارم عشان يجيلكم نوتيفيكيشن بكل الحلقات الجديده اللي هتنزل على القناه ان شاء الله. شكرا واشوفكم في حلقه جديده.